عزيزي المستمع، سمع الأصوات دي؟ لا، مش أصوات من فيلم، دي كانت حياة ناس خلفاء وأمراء وجواري عايشين في قصر من قصور ألف ليلة وليلة. وفجأة كل حاجة راحت، اختفت كأنها سراب في صحراء. النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت عندنا موعد مع واحد من أكتر الأصول الإسلامية القديمة غموضاً وجمالاً وإثارة للجدل. قصر اتبنى في قلب واحة أريحة بفلسطين، وكان المفروض يكون جنة على الأرض، لكنه انتهى بخراب مفاجئ. بتكلم عن قصر هشام ابن عبد الملك أو خربة المفجر زي ما بيسموه. عزيزي المستمع، يا ترى القصر ده كان مجرد مكان للخليفة الأموي عشان يستجم فيه بعيد عن دوشة الحكم، ولا كان مركز لمؤامرات وأسرار أخطر بكتير؟ وإيه حكاية الكنوز اللي بيقولوا إنها لسه مدفونة تحت أنقاضه؟ والأهم من كل ده، إيه قصة لوحة الفسيفساء العجيبة اللي فيه، اللي بتصور أسد بيفترس غزالة جنب شجرة، ومشهد تاني كله سلام وأمان؟ هل دي مجرد زخرفة ولا رسالة مشفرة سابها لينا الأمويين؟ حضر نفسك يا صاحبي لرحلة مليانة ألغاز وجمال، هنحاول فيها نكتشف الحتة اللي محدش شافها في قصة قصر المشبك. قبل ما نغوص في أسرار القصر ده، لازم نعرف مين هو صاحب البيت، أو على الأقل مين اللي اسمه ارتبط بيه. هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي العاشر، راجل حكم إمبراطورية إسلامية واسعة لأكتر من 20 سنة. كان معروف بأنه خليفة قوي وحازم، مش بتاع هزار في أمور الدولة، لكن في نفس الوقت كان بيحب الفخامة والعمارة، وفترة حكمه كانت مليانة مشاريع بناء ضخمة. عزيزي المستمع، واحة أريحة اللي القصر بتاعنا مبني على أطرافها كانت بالنسبة للأمويين زي الساحل الشمالي بتاعنا دلوقتي، بس بمفهوم زمان. مكان جوه دافي في الشتاء القارس بتاع دمشق، وفيه مياه وخضرة وهدوء. فالقصر ده في الأساس كان قصر شتوي أو استراحة محارب للخليفة وحاشيته، مكان يهربوا فيه من صداع السياسة ويستمتعوا بشوية أنتخة وفخفخة. لكن هل معنى كده إن القصر ده كان مجرد شاليه كبير للخليفة؟ المؤرخين وعلماء الآثار بيقولوا لأ، الموضوع أكبر من كده. القصر ده بموقعه وتصميمه كان ممكن يكون كمان مركز إداري للمنطقة، أو مكان فخم لاستقبال السفراء والوفود المهمة اللي جاية تقابل الخليفة، يعني بيزنس مع بلجر زي ما بيقولوا. عزيزي المستمع، اللي مفيش عليه أي اختلاف هو إن القصر ده كان تحفة معمارية بكل المقاييس. حتى الأطلال بتاعته اللي فاضلة لغاية دلوقتي بتصرخ بالفخامة والجمال. كان فيه كل اللي ممكن تتخيله في قصر خليفة، مبنى سكني ضخم بجناحات وغرف وصالات استقبال واسعة، وكلها متزخرفة بشكل يخطف الأبصار. وكان فيه مسجد خاص للصلاة، وساحات واسعة فيها نوافير وبحيرات مياه بتلطف الجو. ما تستعجلش عزيزي المستمع، التقيل كله لسه جاي. أكتر حاجة كانت بتميز القصر ده وبتخليه سابق عصره هو الحمام الكبير اللي كان ملحق بيه. ده ما كانش مجرد حمام عادي يا صاحبي، دي كانت سبا 5 نجوم بمقاييس الأمويين، قاعات ضخمة للاستقبال والراحة، وغرف بخار وأحواض مياه باردة وسخنة. كل ده متزين بأعمدة رخام وزخارف من مادة الجص تخلي الواحد مش عايز يخرج منه. عزيزي المستمع، من الحمام نطلع على الزخارف اللي كانت مالية القصر كله. الأمويين كانوا واخدين أحسن ما في الفن البيزنطي والفارسي والساساني وحاطين عليه التاتش الإسلامي بتاعهم. قصر هشام ده كان معرض مفتوح للجمال ده، منحوتات معمولة من الجص دقيقة جداً، فيها أشكال ورق شجر وعناقيد عنب وأشكال هندسية متداخلة كأنها سجاد متعلق على الحيطان. لكن عزيزي المستمع، المفاجأة الكبيرة واللي عملت جدل كبير بين العلماء هي وجود تماثيل كاملة لبني آدمين وحيوانات جوه القصر. أيوة،
تماثيل لستات راقصات أو يمكن جواري، وتماثيل لفرسان أو خدم، وحتى تماثيل لأسود وغزلان وطيور. طبعاً إحنا عارفين إن الفن الإسلامي بشكل عام كان بيبعد عن تجسيد الأرواح، فإيه حكاية التماثيل دي؟ هل الخلفاء الأمويين كانوا منفتحين شوية في المواضيع دي جوه قصورهم الخاصة؟ ولا التأثيرات الفارسية والرومانية كانت لسه مسيطرة؟ ده لغز تاني من ألغاز القصر. عزيزي المستمع، نيجي بقى للؤلؤة قصر هشام، الحاجة اللي خلت شهرته توصل لكل حتة في الدنيا، لوحة الفسيفساء الأرضية اللي في قاعة الديوان أو قاعة الاستقبال الكبيرة بتاعة الحمام. يا سلام على الجمال والروعة! تخيل معايا أرضية مساحتها أكتر من 300 متر مربع، وبعض المصادر بتقول أكبر من كده بكتير، متغطية كلها بقطع فسيفساء صغيرة ملونة مرصوصة جنب بعضها بدقة متناهية، كأنها سيمفونية من الألوان والأشكال. عزيزي المستمع، اللوحة دي فيها أشكال هندسية معقدة جداً وزخارف نباتية كأنها حديقة مفروشة على الأرض، لكن الجزء اللي خطف قلوب كل اللي شافوه وبقى علامة مميزة للقصر ده هو مشهد شجرة الحياة اللي موجود في غرفة خاصة جوه الحمام، يمكن كانت غرفة الخليفة الخاصة. المشهد ده عبارة عن شجرة ضخمة، يمكن تكون شجرة فاكهة، واقف تحتها على ناحية اليمين أسد قوي وعنيف وهو بينقض على غزالة وبيفترسها، وعلى الناحية الشمال من الشجرة في غزالتين تانيين جمال وهاديين بياكلوا من ورق الشجر في أمان وسلام تام. عزيزي المستمع، يا ترى إيه معنى اللوحة العجيبة دي؟ هل هي مجرد منظر طبيعي بيصور الحياة البرية؟ ولا ليها رسالة سياسية أو فلسفية؟ النظريات كترت قوي، ناس قالت إن الأسد ده بيرمز للخليفة وقوته، والغزالة اللي بيفترسها بترمز لأعدائه، والغزلان اللي في أمان بترمز لرعاياه اللي عايشين في حمايته، وناس تانية قالت إنها بترمز للصراع الدائم بين الخير والشر أو بين الحرب والسلام، ويمكن تكون مجرد تعبير فني عن جمال الطبيعة وقسوتها في نفس الوقت. مين عارف؟ الأكيد إنها تحفة فنية ملهاش مثيل. عزيزي المستمع، قصر بالجمال والفخامة دي كلها وتعب سنين في بنائه وزخرفته كان المفروض إنه يعيش قرون ويبقى شاهد على قوة وذوق الأمويين، لكن يا خسارة، القدر كان كاتب له نهاية مفاجئة وصادمة. يا ترى إيه اللي حصل للجنة الأموية دي؟ وليه اتهدمت واتنست تحت الرمل بالسرعة دي؟ ولكن عزيزي المستمع، الكارثة جت في شكل زلزال سنة 747 أو 749 للميلاد، يعني بعد ما الخليفة هشام بن عبد الملك نفسه مات بكام سنة، وبعد ما ابن أخوه الوليد ابن يزيد اللي كانوا بيقول إن هو اللي كمل بناء القصر وكان مولع بالطرف واللهو اتقتل هو كمان. ضرب المنطقة زلزال مدمر. الزلزال ده ما وقعش بس قصر هشام، ده دمر مدن وقرى كتير في فلسطين والأردن. عزيزي المستمع، أجزاء كبيرة من القصر انهارت والزخارف الرائعة اتكسرت والحمامات الفخمة اتهدمت، كأن الطبيعة قالت كلمتها وقررت إن الجنة دي ما ينفعش تستمر. وبعد الزلزال ده بفترة بسيطة جداً سنة 750 ميلادية حصل زلزال سياسي أكبر، الدولة الأموية كلها سقطت على إيد العباسيين، وبكده قصر هشام اللي كان رمز لعظمة الأمويين بقى مجرد ذكرى حزينة وأطلال مهجورة في قلب الصحراء. طيب عزيزي المستمع، هل القصر ده كان اكتمل بناؤه أصلاً قبل الزلزال؟ الأدلة الأثرية بتقول إن أجزاء منه كانت لسه تحت الإنشاء، وإن بعض أعمال الزخرفة والفسيفساء ما تلحقش تخلص، وده بيزود الإحساس بالخسارة.
كأننا بنتفرج على سيمفونية رائعة بس ناقصة آخر حركة. هل كان ممكن يكون أجمل وأعظم لو اكتمل؟ ويا ترى إيه الأسرار التانية اللي لسه مدفونة تحت الركام ده ومستنية اللي يكشفها؟ يمكن في كنوز ذهب وفضة زي ما بعض الناس بتحلم، أو يمكن كنوز أهم من كده بكتير، وثائق أو نقوش تحكي لنا أكتر عن حياة الأمويين وأسرار دولتهم. عزيزي المستمع، قصر هشام أو خربة المفجر بيورينا قد إيه الخلفاء الأمويين كانوا بيحبوا الفخامة والجمال، وقد إيه كانوا متأثرين بالحضارات اللي حواليهم، وفي نفس الوقت بيحاولوا يعملوا فن ليه شخصيته الإسلامية الخاصة. وبيعلمنا كمان درس مهم، إن مفيش حاجة بتدوم للأبد. أعظم القصور وأقوى الإمبراطوريات ممكن في لحظة تتحول لتراب وأطلال. دوام الحال من المحال زي ما بيقولوا. وفي الآخر عزيزي المستمع، بعد الرحلة السريعة دي في أطلال قصر هشام، كأننا لمسنا حتة من تاريخ ضاع، وشفنا حلم أموي جميل بس ما تكملش. الواحد بيسأل نفسه، يا ترى كام قصر مشبك تاني لسه مستخبي في صحارينا أو تحت المداين بتاعتنا القديمة؟ كام حكاية وكام سر لسه الرمل مغطيهم ومستنيين اللي يزيح عنهم الستار. التاريخ يا عزيزي المستمع عامل زي البحر الكبير، كل ما تغوص فيه أكتر تكتشف جزر ما كنتش تعرف بوجودها، وتلاقي لقالق ما كنتش تحلم بيها. وكل قصر قديم، كل حجر أثري هو رسالة من الماضي لينا، بتقول لنا أنا هو، حاولوا تفهموني عشان تفهموا نفسكم أكتر. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة في نسمة صوت عن قصر هشام، الجوهرة الأموية اللي كادت أن تنسى. يا رب تكون استمتعت بالرحلة دي وخلتك تبص للآثار والتاريخ بعين جديدة مليانة فضول وشغف. ولغاية ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات زمان اللي بتنور لنا طريق بكرة، بنقولك خلي دايماً جواك روح المستكشف، ودور على الجمال والأسرار في كل حتة حواليك. يا رب يومك كله كنوز ونعيم، وكل لياليك أنس وفرح وسعادة.